عند حدود المدينة، على سفح التل بعد ما تعدي قضبان السكة الحديد المهجورة اللي ما بتوصلش لمحطة، عند النقطة اللي أعمدة الإضاءة بتنتهي فيها وقبل ما العالم يختفي تحت أغصان أشجار الغابة المتشابكة، في محطة بنزين صغيرة حقيرة فاتحة 24 ساعة في اليوم كل يوم. مفيش أي حاجة مميزة في المكان. لو دخلت غالبا هتشوف نفس المكونات المملة الموجودة جوه أي محطة بنزين عادية على طريق شبه مهجور: رفوف أكياس شرايح البطاطس المجهولة الهوية، والبسكوت واللحوم المحفوظة والمخللات اللي شكلها عجيب. الحوايط متزينة بإعلانات سجاير محطوطة جوه يافط نيون متكسرة. ومش عاوز أنسى اللوحة المتغطية بصور عشرات الأشخاص المفقودة، وركن القهوة اللي بقعة الدم بتظهر فيه مهما نظفناها، وزن تلاجة الآيس كريم القديمة اللي متعملهاش صيانة من أيام الحرب العالمية التانية، وجيوب الهواء الساقع اللي بتتحرك في المكان بمزاجها. وطبعا مش هننسى عيلة الراكون المتحولة اللي عايشة في السرداب اللي ورا بير الصيانة. احنا بنخمن انهم متحولين، او على الاقل عندهم تشوهات جينية نتيجة جواز القرايب. الالفا، او خلينا نقول الزعيم بتاعهم، راكون عملاق اسمه عنتر، لعيبة كمال الاجسام ممكن يحسدوه على العضلات اللي عنده. طوله حوالي 90 سنتي، قفشته كذا مرة وهو بياكل كاوتش عربيات الزباين. اتداس 3 مرات على الاقل لحد دلوقتي، بس كل مرة كان بيرجع اقوى واغبى من الاول. بالنسبة لصيانة البنزينة، احنا ماشيين بسياسة مشي حالك، بس غالبا الحال ما بيمشيش. يافطة صفرة بهتانة مكتوب عليها أرضية مبللة محطوطة فوق شرخ كبير في الأرض جنب التلاجة. السوائل الملزقة اللي الشرخ لماها خلته كأنه حفرة قطران صغيرة محنطة جواها جثث حشرات ملهاش حصر، والقوارض الصغيرة اللي بتقع فيها من وقت للتاني. واحد من أبواب تلاجة المشروبات الغازية مقفول بالسوليتيب وبركة دعاء الوالدين، وجهاز إنذار الحريق المتركب في السقف جايز يكون طبق طاير قديم وجايز لأ. سنة ورا سنة ومفتش الصحة بيمضي على تصريح الشغل بتاع المحطة. ممكن يكون حظ أو كسل أو مجرد رشوة عادية هي اللي بتخليه يعمل نفسه مش شايف ومش شامم الريحة اللي بتقبض القلب المعششة في المكان. ريحة عبارة عن خليط من مسك الليل والنشادر والترجيع. عمرنا ما قدرنا نحدد مصدرها بالظبط. النظرية الأقوى بتقول إنها جاية من تحت الأرض، بتطلع من بين شقوق الخرسانة الرفيعة اللي بتزيد وتوسع كل ما المبنى بيقدم. الريحة بتبقى قوية جدا بعد المطر، لدرجة إن عينيك ممكن تدمع لو قربت من بلاعة الصرف اللي حتى عنتر وعشيرته بيرفضوا يقربوا منها. لو مسانتك خانتك واضطريت تدخل الحمام وانت بتزور المحطة، احتمال تشوف راعي بقر في الحمام. ممكن تعتبره أسطورة محلية هنا، ما بيظهرش غير لما تكون لوحدك ومش مدي إخوانا. في ناس بتقول إنه بيلبس بالطو جلد طويل وبندانة وجينز وجزمة بوت، وناس تانية بتقول إنه بيكونش لابس حاجة غير برنيطة راعي بقر سودا كبيرة وبوكسر كروهات. في زباين شافته بيوزع بلالين على شكل حيوانات أو بيلعب هارمونيكا، وفي اللي بيحلفوا إنه غنى لهم بصوت ملائكي وهم بيعملوا زي الناس. لو كنت محظوظ كفاية وشفت راعي البقر اللي بيسكن حمام المحطة ما تقلقش، لو كان حقيقي فهو مش مؤذي، هو مؤدب جدا كمان. الزباين بلغوا عن حالة نشوة روحية حسوا بيها بعد ما قابلوه، وعم هلال بيحلف إنه مقابلته معاه هي اللي شافته من النقرس. بصراحة راعي البقر ما يعتبرش سيء، خصوصا لما تقارنه بالحاجات التانية اللي ممكن تقابلها في المحطة. لو قررت تدخل، في احتمال كبير إنك ما تشوفش راعي البقر ولا حيوانات الراكون ولا أي حاجة ممكن تتصنف على إنها غير طبيعية، بس غالبا هتشوفني أنا. في الآخر أنا موظف المحطة الوحيد، وده معناه إني موجود في الشيفت بتاعي أغلب الوقت. غالبا هتشوفني قاعد ورا الكاونتر عند الكاشير. ممكن تلاقيني بقرا كتاب، عشان لسبب معرفوش النت مش متوصل عندنا، وشبكة الموبايل انت وحظك في الأيام الكويسة ومعدومة في باقي الأيام. لو محتاج تعمل مكالمة ضروري تقدر تخرج من المحطة وتطلع التل في اتجاه المدينة، بس حذاري ثم حذاري انك تكمل وتنزل التل في المكان اللي المدق بيتلوى فيه زي التعبان عشان يدخل جوا بق الغابة الجعانة. صدقني انت مش عايز تعرف الأسباب اللي بتخلي دي فكرة زي الهباب. الأفضل تدفع لي جنيه للدقيقة وأنا أخليك تستخدم تليفون المحطة الأرضي. دي القاعدة المقدسة اللي صحاب المكان حطوها من سنين. وأيوة، أنا آسف، مضطر أنفذها بالحرف عشان بيراجعوا على سجلات التليفون من وقت للتاني. بيجيلنا كل شهر على الأقل شخص تايه راجع من الغابة، غالبا بيكون حافي. ساعات بيقولوا إنهم هربانين من فضائيين أو وحوش أو تجارب سرية الحكومة عاملاها أو أي حاجة شبه كده، وما بيكونش معاهم فلوس بس محتاجين يعملوا مكالمة ضروري. وممكن لو سمحت تخليني استخدم التليفون قبل ما يمسكوني تاني، بس النظام نظام
وأنا مش مستعد أخسر وظيفتي اللي باكل منها عيش عشان حضرتك معرفتش تهرب من اللي خاطفينك ومعاك شوية فكة في جيبك. لو يأست وما كانش قدامك حل تاني ممكن تطلب مساعدة واحد من زبائن المحطة الدايمين، بس أنا عن نفسي منصحكش بكده. كرم الضيافة مش ميزة من مميزات الزباين بتوعنا. لو أنت غريب اوعى ترغي مع أي حد من سكان المدينة، الموضوع ده ممكن يفتح عليك فتوحة وجع دماغ انت في غنى عنه. عندك مثلا سليم الصايغ، راجل بيحب الشرب زي عينيه ودايما بياخد خصم الجملة على ازايز البيرة، ما بيحبش يتكلم غير عن موضوع واحد بس، المرة اللي قابل فيها الشيطان في بار المدينة. بيقولوا انه اتريق على الجاكيت ابو ترتر اللي الشيطان كان لابسه، ومن وقتها وهو عليه لعنة انه لازم يفضل سكران طينة طول الليل والنهار، والا الشياطين هي اللي هتيجي تطين عيشته. وبعدين عندك الست انشراح العجوزة النكدية اللي عندها استعداد ترغي بالساعات عن ولادها الأربعة الضايعين وإزاي اتخطفوا من تحت مناخيرها في ليلة كان فيها عاصفة قوية، بس إياك تطلب منها دليل. الحقيقة إن مفيش حد هنا فاكر إن كان عندها أولاد ولا حتى جوزها. وما ينفعش ننسى المزارع مروان وعصبيته الزايدة اللي بتخليه يخرج عن شعوره من أقل حاجة. آخر مرة عمل فيها مشكلة كانت بسبب نوع العلف الجديد اللي طلبناه له، كان مصمم إن في حاجة غلط عشان على حسب كلامه كل حيواناته فجأة بقى عندها وشوش بني آدمين، بس للأسف مش هتعرف تستفهم منه عن التفاصيل، عشان بعد الواقعة دي بمدة قصيرة المأمور لقى اللي فاضل من جثته في المزرعة بتاعته، كان حاضن بندقية متعمرة ومتربس عليه الأبواب من جوه. على حد علمي لسه ما قدروش يفهموا إيه اللي حصل هناك لحد دلوقتي. النقطة اللي عاوز أوصلها لك إن في حاجات غريبة بتحصل في محطة البنزين الحقيرة اللي على حدود مدينة وادي الضباب. كمية الناس اللي أعرفهم اللي فشلوا بطريقة ما إنهم يعيشوا أكتر مني كمية رهيبة. اوعوا تفتكروا إني بتباهى بالموضوع ده، عشان العكس هو الصحيح. أنا عارف حدودي كويس، وكل مرة شخص من الموجودين حواليا بيموت بضطر أقف وأسأل نفسي هو إيه اللي بيحصل في الدنيا بالظبط؟ بيتهيالي كان لازم أديكوا فكرة في الأول إن عندي مرض نادر ملوش علاج، والدكاترة بيقيسوا اللي فاضل من عمري بسنين الكلاب. شكلي ما يبانش عليه، ومش بحب أسيح لنفسي، بس طالما قررت أحكي حكايتي يبقى نخلص من التفصيلة السخيفة دي بدري بدري عشان ما تغلطوش وترتبطوا بيا عاطفيا. أنا بتكلم جد، احتمال كبير أكون مت وشبعت موت قبل ما أي حد فيكم يقرأ الكلام ده. آسف، أنا عارف إني نكدي، ابتديت بداية تقفل أي حد مني. لا وإيه، لسه ما كتبتش أكتر من 3 فقرات وبعتذر. الدكتور النفسي بتاعي لو كان بين قوسين لسه عايش كان زمانه اداني كلمتين في جنابي. بوعدكم إن القصة مش كلها موت وكآبة، معظم الوقت حياتي بتكون مملة، وفي أوقات نادرة في حاجات كويسة بتحصل. من فترة قصيرة شلت أرنب ولعبت معاه، بس خليني أحكي لكم عن الموضوع ده بعدين. لو كان بإيدي كنت ابتديت من البداية، بس للأسف مش هقدر عشان مش هعرف أحدد البداية كانت فين بالظبط. وحتى لو قدرت أحدد لحظة معينة أنا متأكد إنها حصلت قبل ما اتولد بكتير. المدينة هنا حالها غريب من زمان، والناس اتعودت على غرابتها، ومش قصدي نوعية الغرابة بتاعت الأشباح والعفاريت، قصدي غريبة من نوعية في بقرة موجودة فوق سطح العمارة تاني، نوع الغرابة اللي يخليك تسأل ليه. بس بعد كام أسبوع بتتعود على الغرابة زي ما بتتعود على ريحة المدينة بالظبط. الاستغراب بيروح وبتتقبل حقيقة إن الطبيعي هو مجرد اختراع من اختراعات البشر، ولو عاوز تعيش الأفضل إنك تخليك في حالك. المهم إن الحاجات الغريبة دي كانت بتتحل لوحدها، وأي قرار بيحصل كان بيفضل تحت السيطرة لحد من كام شهر فاتوا. ده كان اليوم اللي خربت فيه الدنيا، اليوم اللي دمرت فيه التوازن البيئي الهش من غير ما أقصد. كان يوم خميس، الدنيا كانت بتمطر والشمس طالعة، أو زي تعبير الفرنساويين لما بيحبوا يوصفوا الجو ده الشيطان كان بيضرب مراته. وأنا من غير ما أحس بدأت سلسلة أحداث هتكون نتيجتها إن ناس كتير هتموت، أولهم أعز أصدقائي. بس أنا كده بسبق الأحداث، عشان تفهموا أنا وصلت هنا إزاي لازم تعرفوا اللي حصل قبلها بكام يوم. كانت ليلة تلات 36 ساعة قبل بداية النهاية. الهواء الرطب بيصفر بين الشجر وهو بيحذر من العاصفة الجاية، سحب سودا منورة بضوء القمر وبرق بيلمع عشان يهدد إنه ممكن يغرق الغابة في أي لحظة. باختصار الجو الكلاسيكي الفيلم رعب رخيص. بس ده ما فرقش معايا في حاجة، كنت قاعد جوه في الأمان ورا الكاشير بقرا رواية عن عالم اتجنن وعمل جيش من النمل العملاق. طبعا شغلانة كاشير في محطة بنزين شغالة 24 ساعة على حدود المدينة جنب الغابة مش أحسن شغلانة في الدنيا، بس في نفس الوقت مش أسوأ شغلانة.
لما تبقى عارف إنك مش مطول في الدنيا، طموحك إنك تتسلق السلم الوظيفي بيموت. ودي واحدة من الشغلانات القليلة المناسبة لواحد بظروفي. في أيام بتعدي من غير ما يحصل فيها حاجة غير إنها تزق العالم خطوة تانية صغيرة ناحية نهايته المحتومة. دي الأيام المفضلة بالنسبة لي، لما أقدر أقضي شيفت بحاله قاعد أقرأ من غير ما حد يقاطعني. مش محتاج أتسلق جبل ولا أقعد على شط بحر عشان أعرف الهدوء النفسي عامل إزاي. الهدوء الحقيقي هو شيفت في محطة بنزين فاضية الساعة 4 الفجر. طبعا مش كل الشيفتات بتكون هادية كده. عدى عليا زباين قلالات الذوق وعيال خمرجية ومدمنين مخدرات، وتعرضت لكام عملية سطو مسلح وحيوانات راكون فوضوية شريرة، وكل سيناريو ممكن تتخيله للغباء البشري. وكل ما يتهيالي إني شفت كل حاجة في الدنيا، الكون بيبعت لي مصيبة جديدة تدخل عليا من الباب عشان تأكد لي إني لسه ما شفتش حاجة. محطة البنزين كانت زحمة بشكل مش طبيعي في الأسابيع اللي سبقت ليلة التلات. مجموعة من أفراد حماية الحياة البرية من المدن اللي جنبنا كانوا شغالين أوفر تايم مريب وبيلفوا في الغابة كل ليلة، والمحطة كانت المكان الوحيد اللي يقدروا يمونوا منه أو يشربوا فيه قهوة. ما سألتش هم عاملين القلق ده ليه، بس استنتجت إن الكل على أعصابه من وقت حوار البقر المشوه. للعلم دي مش كلمتي، المشوه هي الكلمة اللي أهل المدينة بيحبوا يستخدموها لما تحصل أي حاجة للبهايم المدلعة بتاعتهم. كان في حد بيتسحب ويدخل المزارع ويحلق للبقر زلبطة. لو بتسأل ايه اللي ممكن يخلي حد يعمل حاجة زي دي، تبقى أكيد مش من مدينة ريفية صغيرة زي مدينتنا. الملل ممكن يخليك تعمل حاجات غريبة. مع كده الليلة كانت ميتة، احتمال عشان العاصفة، أو يمكن بتوع حماية الحياة البرية لقوا اللي بيدوروا عليه. ما كنتش عارف، أو ما كانش فارق معايا إن أعرف، بس كان بقالي 4 ساعات ما شفتش بني آدم واحد وكنت في قمة السعادة. للأسف فترة العزلة بتاعتي انتهت عند نص الليل، لما ست عجوزة قصيرة جسمها شبه البيضة دخلت عليا وهي لابسة نضارة شمس بفريم بنفسجي. ما كلفتش نفسها تقلعها مع إننا كنا بالليل وجوه المحل. حوالين تنيات رقبتها المكرمشة كان في عقد لولي، وشعرها الرمادي المنكوش كان واضح جدا إنه باروكة رخيصة مش راكبة على راسها مظبوط. كانت لابسة كوتش ريبوك أحمر بلون الدم وجوانتي أبيض وبلطو بني وبنطلون جينز. لما دخلت من الباب بصت عليا بصة سريعة وجرت على الحمام. لما خلصت أخيرا بعد ساعة إلا ربع جت عند الكاشير وقلبت وشها وفضلت تنقر برجلها على الأرض. أقدر أساعد حضرتك إزاي؟ أنا طبعا مضطر أشتري حاجة عشان استخدمت الحمام، مش كده؟ صوتها كأنها بلعت الصفارة وبعدين شربت 10,000 سيجارة. لا خالص ولا يهمك، خليها علينا المرة دي. لا يهمني طبعا، أنا مش مستنية أحسن من حد. أنا عارفة القوانين كويس، الحمام للزباين بس، عشان كده هشتري حاجة قبل ما أمشي. صوتها كان النسخة المسموعة لبسكوتة شوكولاتة متسقية في الكاتشب، حاجة تقبض القلب. كنت عاوز أخلص منها في أسرع وقت. كان في كومة خرايط رخيصة جنب الكاشير، نقيت واحدة منهم، حسبت لها تمنها في الوقت اللي كانت بتطلع فيه كارت البنك بتاعها. احنا عندنا زباين المحطة المنتظمين، بس أغلب مبيعاتنا بتيجي عن طريق الناس الغريبة اللي بتعدي على المدينة، عشان مكاننا قريب من كذا طريق سريع. وده بيخليني مشغول دايما مع الأرواح التايهة اللي بتيجي تمون أو تسأل على الطريق أو تشتري سناك. الأكيد إن الست دي كانت غريبة عن المدينة، والموضوع كان باين عليه إنه مجرد عملية بيع عادية هنساها بمجرد ما تخرج من الباب. بس وأنا مستني المكنة تقرا الكارت بصيت من الباب على الباركينج الفاضي وخدت بالي إن في حاجة ناقصة. صحاب البنزينة طلبوا مني مركنش عربيتي قدام المحل عشان شكلها كئيب. على فكرة أنا اخترت عربيتي عشان رخيصة مش عشان شكلها، نيسان ألتيما موديل 90 حالتها كرب. الصراحة عربية زبالة، الموتور بيعزف سيمفونية من الأصوات المريبة، والعداد فيه هامش خطأ 20 كيلو، والتكييف بيطلع ريحة غريبة كل ما أجيب الفتيس على المارشدير. بس للأمانة كان فيها مستين، ما كنتش بقلق إن حد يسرقها، ووقت ما اشتريتها باب الكاسيت كان معلق ما بيفتحش، فالتاجر اضطر يسيب لي كوكتيل أغاني فرح بتاع الملك القديم. من مكاني ورا الكاشير كنت كاشف كل طرمبات البنزين والباركينج كله. الست دي أكيد ركنت جنب المبنى عند بير الصيانة لسبب ما، وإلا التفسير التاني الوحيد إنها جاية مشي، بس شكلها ما يديش خالص إنها من النوع الرياضي. مكنة الكروت صفرت وطلعت لي كود معناه إن الكارت فيه مشكلة. لما رفعت عيني عن المكنة الست كانت بتلحس شفايفها. شكل المكنة فيها مشكلة يا فندم. كنت عارف إن العيب مش في المكنة، الكارت بتاعها يا إما بايظ أو مسروق، بس خبرتي علمتني إن أحل المشاكل دي بدبلوماسية. حضرتك تقدري تدفعي كاش؟ ابتسمت وهي بترد عليا. أنا مش بشيل معايا فلوس، ممكن تقبل طريقة دفع تانية؟ صوتها كان عامل زي قطتين جعانين بيخربشوا في سبورة مبلولة، وما كنتش عارف ايه اللي مضايقني اكتر،
صوت الكلام ولا المعنى اللي وراه. مفيش خير بيجي من ورا زبون بيسأل عن طرق دفع بديلة. الموضوع مش مستاهل يا فندم، دي حاجة بسيطة. كنت مستعد أدفع ال5 جنيه تمن الخريطة من جيبي لو ده معناه إنها هتحل عني وتسيبني مع الكتاب بتاعي. بقول لك ايه رأيك اشوف لك حظك؟ لو الموضوع عجبك اخد الخريطة، لو حسيت انه كلام فاضي كل حي يروح لحاله. ايه رأيك يا سعيد؟ لا بلاش من فضلك. ما قدرتش أقول لها في وشها إني بفضل إنها تسرق الخريطة وتجري. انا عارفه انت بتفكر في ايه، ان الموضوع هجس، بس ده فن بقاله آلاف السنين، وده اكبر دليل على صحته. الانتروبيا هي اللي بتوجهنا في كل سكه بناخدها. نفس الشيء هو اللي بيحدد ورقك هيكون عامل ازاي. انت بس محتاج تصدق في الموضوع. كان معاها حق في حاجة واحدة بس أنا كنت هبدل كلمة هجس بكلمة تانية. سموني شكاك، بس أنا مش قادر أقتنع إن الست دي عندها القدرة إنها تشوف المستقبل وهي مش شايفة الحقيقة الواضحة اللي قدام عينيها، إن عايزها تحل عني. ناهيك عن إن أي عرافة بتحترم نفسها كانت المفروض تعرف إن كارتها هيترفض، أو إن الباروكة اللي هي لابساها ملوحة شمال. وموضوع إنها عرفت اسمي كان ممكن يديها شوية مصداقية لولا إنه مطبوع بخط واضح على صدري. النيم تاج المتعلق بدبوس على الجاكيت بتاعي كان جزء من الزي الرسمي للمحطة. في الحقيقة كان الزي الرسمي كله. ما عندناش أي قوانين تانية متعلقة بإننا لازم نلبس جزم أو شرابات أو حتى بنطلونات. أهم حاجة النيم تاج. طول ما النيم تاج متعلق أصحاب المحطة مبسوطين ومحدش فيهم بيفتح بقه. ما كنتش عاوز أدخل في حوار قراية الطالع والنازل، بس عند النقطة دي ما كنتش لاقي أي طريقة تانية ممكن أخلص بيها منها. حطيت الكتاب على رجلي وريحت ظهري لورا وأنا بسألها هو الموضوع هياخد وقت طويل؟ طلعت رزمة كروت طاروت صغيرة من جيبها لوراني وفردتها بين صوابعها على شكل مروحة. اطلاقا يا سعيد، وبعدين احنا ابتدينا خلاص. خلتني أقسم الورق وبعدين رصت الكروت واحد واحد على الكاونتر ما بيننا. كانت بتبرطم بكلام غريب مع كل كارت بتكشفه. لما خلصت كان في 9 كروت مرصوصين ما بيننا على شكل مربع 3 في 3. هزت راسها يمين وشمال وهي مستغربة. انا عمري ما شفت حاجه زي دي قبل كده. كانوا 9 كروت مسحوبين بشكل عشوائي من وسط 50 كارت. إحصائيا مستحيل تكون شافت الترتيبة دي قبل كده، بس أنا فهمت إن ده جزء من الشو. ألف باقي اشتغالات. حسيت إنها مستنية رد فعلي. ما خيبتش أملها. ليه؟ هو الورق بيقول إيه؟ سعيد، مش عارف اقول لك ايه، بس الورق واضح. الاركان هما وبعدين شاورت على كل كارت وهي بتقول اسمه. البرج معدول، الراجل المشنوق مقلوب، عجلة الحظ مقلوبة، والموت معدول. الرموز دي بتحكي قصة وحشة جدا، وده معناه حاجة واحدة، إن عليك لعنة. كلام منطقي جدا. شاورت على الكارت اللي في نص المربع وسألتها طيب والكارت اللي فيه الأراجوز ده؟ ده الأحمق مقلوب. وده كارت حلو؟ لا. أوكي. اديني إيدك. ليه؟ هو أنت مش عاوز تعرف اللعنة اللي عليك؟ ما أعتقدش إنها كانت هتقولي إني ملعون بطفرة جينية نادرة بتؤدي لفقدان وظائف عصبية عليا وموت مبكر، بس ما كانش عندي مانع أخدها على قد عقلها. أنا عارف اللعنة بتاعتي. عارف اللعنة بتاعتك؟ أيوة عارفها. اترسمت على وشها ملامح الحيرة. في الحالة دي اسمح لي أقدم لك التعازي الحار. سحبت الكتاب من على رجلي وفريت فيه لحد ما وصلت للصفحة اللي وقفت عندها. النمل كان لسه مكتشف ازاي يفتح أكر البيبان. الست لمت كروتها وحطتها في جيبها. كدبت عليها بيتهيالي إن قراية الطاروت تساوي تمن الخريطة وأكتر. ابتسمت وهزت راسها ولفت ناحية الباب بس ما اتحركتش. وقفت مكانها لحظات قبل ما تلف تاني كأن في فكرة خطرت على بالها فجأة. سعيد، انت مش بتخاف وانت شغال هنا لوحدك؟ لا، وإيه اللي هيخوفني؟ انت ما سمعتش ان في وحش بره بيفترس الناس ومحدش عارف يمسكه؟ دي كانت أول مرة أسمع فيها سيرة الوحوش من فترة طويلة. كبري دماغك، تلاقيه واحد من أعضاء الطايفة. أعضاء إيه؟ الطايفة عاملين مخيم في الغابة قريب من هنا. معروف عنهم إنهم بيتمشوا بالليل، ساعات بيعدوا ياخدوا سجاير أو سناكس. بيقولوا إنهم بيحبوا يرقصوا ملط تحت ضوء القمر. شغل طوايف وكده، أكيد أنت فاهمة. أرانك إن في حد شاف واحد منهم لابس بالطو فرو والحكاية كبرت. الست العجوزة عضت شفتها بطريقة غريبة. شكرا يا سعيد، انت شاب لطيف، خلي بالك من نفسك. دايما بحس ان اللي بيقول لي بين قوسين شاب بيقلل مني، مع ان ده سني فعلا. باين عليا اني صغير لدرجة انهم بيوقفوني في كل لجان المرور عشان يشوفوا رخصة القيادة بتاعتي، بس في نفس الوقت كبرت على اني اخد العيدية. الاكيد
إني مش طفل، بس في نفس الوقت عمري ما حسيت إني شخص بالغ محشور في سن غرس بين جيلين مش طايقين يتعاملوا معايا. ودعتها قبل ما تخرج من الباب. وانت كمان خلي بالك على نفسك. رجعت تاني للكتاب. قصة النمل العملاق خلصت بنهاية متوقعة، بس على الناحية التانية ليلتي ما كانتش لسه خلصت. شلت الكتاب وقمت عشان أمارس روتيني الليلي المعتاد، أرص الرفوف وأشوف اللي ناقص عشان أجيبه من المخزن، وبعدين أنظف المكان وأرتبه عشان يبقى جاهز لزحمة الصبح. لما خلصت كل اللي ورايا رجعت مكاني ورا الكاشير ومديت إيدي في شنطتي عشان أدور على كتاب جديد. في اللحظة دي الليلة ابتدت تسخن. راجل وست دخلوا المحل. قدرت أحدد إنهم من عالمين مختلفين من أول نظرة. الراجل كان شكله خشن ومبهدل، لابس فانيلا حمالات سودا كاشفة دراعاته المتغطية بتاتوهات الجماجم. جلده كان قذر ومحروق من الشمس. قصة شعره بتوحي إنه مش مهتم يسيب انطباع كويس عند حد، وشكله بقه بيقول إن تأمينه الصحي مش مغطي الأسنان. كان شبه سكان المدينة، بس أنا ما كنتش شفته قبل كده. البنت كانت شابة جميلة صغيرة في السن، شعرها بني كيرلي وعينيها سودا واسعة، لابسة فستان بامبي لايق على جسمها الرفيع، وكان في تعبير رعب مرسوم على وشها. كنت مستعد أراهن بكل اللي في جيبي على إنها غريبة عن المدينة. عمري ما كنت هخمن إنهم مع بعض لولا إنهم اقتحموا المكان في نفس اللحظة. دوري على سلاح واستخبي. رزع الباب وراه بسرعة وفضل يعافر مع الترباس لحد ما قفله. البنت صرخت صرخة درامية ورمت نفسها على الأرض في ممر الحلويات جنب بارات الكيك الرخيص، وفضلت تبكي كأنها قرد صغير لسه مولود في الوقت اللي الراجل كان بينهج فيه زي ما يكون لسه مخلص الماراثون. وبعدين اتكلم وهو بيبعد بظهره ببطء وعينيه متركزة على الباب الإزاز. هو راح فين؟ راح فين؟ البنت جمعت كلمتين على بعض بالعافية عشان تكون سؤال. هو أنت مش شايفه؟ هو أنت مش شايفه ولا إيه؟ اختفى. أنا مش فاهم إزاي، ده كان ورانا على طول. رحبت بيه وأنا بحاول أخلي صوتي هادي على قد ما أقدر. أهلا بيك يا فندم. وطي راسك، ما تخليهوش يشوفك. ونزل يستخبى تحت الترابيزة اللي جنب الباب. وصلت لاستنتاج بديهي إن في حيوان راكون مسعور بيطاردهم، بس لما بصيت بصة سريعة من الباب الإزاز اتأكدت إن مفيش حاجة بره، والأهم من كده ما شفتش أي عربيات. الباركينج كان لسه فاضي، وده بيطرح سؤال مهم: هي الناس دي بتيجي منين؟ انتوا كويسين؟ الراجل قام من مكانه ببطء وبص من الشباك وهو بيمسح الباركينج بعينيه، ولما اطمن للي شافه، أو خلينا نقول للي ما شافوش، جالي عند الكاونتر. أنا عايز أستخدم التليفون. تحت أمرك يا فندم، الدقيقة بجنيه، الدفع مقدما ومفيش استثناءات. اسمع يا زفت انت، أنا ما عنديش وقت اللعب العيال ده، في وحش بيطاردنا لسه قاتل واحد، اديني التليفون. ومد ايده من فوق الكاونتر، بس أنا ضربتها بسرعة قبل ما توصل للسماعة وكررت كلامي: الدقيقة بجنيه يا فندم. بصوا، أنا عارف انتوا بتفكروا فيا ازاي دلوقتي، وأنا قاعد ورا الكاشير مصر إن أطبق قاعدة عقيمة خصوصا في ظروف زي دي، زي ما أكون ببيع أطواق نجاة على سفينة بتغرق، مش كده؟ مقدر إن تصرفي ممكن يبان سخيف، بس لو تشوفوا اللي أنا بشوفه كل يوم، عدد الزباين، حتى مش زباين، عدد الناس عموما اللي بيدخلوا عشان يستخدموا التليفون، هتعذروني. في وقت من الأوقات كان في تليفون عمومي موجود برا المحطة وما كانش عندنا أي مشاكل، بس بعد ما الموبايلات خلت تليفونات العملاء من الفصائل المهددة بالانقراض، المتعهد باع الوحدات خردة واشترى بثمنها تذكرة أتوبيس عشان يهج بيها من المدينة. ومن وقتها وتليفون البنزينة بقى الوجهة الوحيدة لأي حد عاوز يعمل مكالمة ببلاش. بس أصحاب المحطة كانوا واضحين جدا، ممكن يستاهلوا في أي حاجة، مواعيد، لبس، شكاوي، زباين، أمان، بس جم عند النقطة دي وقالوا لأ، مش عايزين نطلع سمعة على المكان إنه سنترال مكالمات مجانية. عارف مين اللي بيحتاج يعمل مكالمات ببلاش؟ الناس الوحشة يا سعيد. النصابين هيملوا المكان في غمضة عين، والباركينج هيتحول لعشوائيات، وهتلاقي نفسك غرقت في بحر من العملات المزيفة ومشاكل ملهاش أول من آخر. مش فاكر مين فيهم اللي قال لي الكلام ده، ومش عارف إيه اللي دخل العملة المزيفة في الموضوع، بس الخلاصة إن الموضوع ما فيهوش هزار. عشان كده خدت عهد على نفسي إن أطبق القاعدة دي بصرامة من غير أي استثناءات. الراجل فضل يصرخ ويشتم كأنه واعظ مجنون في ركن المتحدثين في هايد بارك، بس في الآخر استسلم وطلع 5 جنيه دهالي. ظبطت التايمر على 5 دقايق واديت له السماعة. بصلي وهو بيجز على أسنانه. شكرا. رديت عليه ببرود رغم إني عارف إنه بيتريق. العفو يا فندم. لف القرص 3 مرات وحط السماعة على ودنه ثانية، وبعدين بصلي بيأس. مش شغال. خدت منه السماعة حطيتها على ودني. الموضوع ده بيحصل من وقت للتاني، مش حاجة غريبة. في حد قطع سلك التليفون. ايه؟ عليت صوتي شوية.
بقول لك في حد قطع سلك التليفون. البنت صرخت صرخة درامية وهي لسه على الأرض جنب الكيكة. الراجل سند إيديه الاتنين على الكاونتر ونزل راسه لتحت باستسلام. خلاص كده يعني مش هنقدر نعمل حاجة، والشيء ده مستنينا بره ومفيش حد يعرف إننا محبوسين هنا. فتحت الكاشير وطلعت ال5 جنيه اديتها له. كنت متوقع إنه هيصرخ في وشي، بس توقعي ما كانش في محله. اداني ظهره ومشي ناحية البنت اللي كانت لسه بتبكي ونزل قاعد جنبها على الأرض. ممكن تقعدوا على الترابيزة وتستنوا مساعد المأمور، بيجي كل يوم الصبح ياخد قهوته في المحطة. انت شكلك مش فاهم أي حاجة. مظبوط؟ مظبوط يا فندم. احنا عملنا حادثة على الطريق، الشاب اللي كان معاه كان سايق ورايا زي المجنون. انت اللي فرملت فجأة. في حيوان طلع يجري قدامي فجأة من بين الشجر، لو ما كانش لازق فيها من ورا كان زمانه عارف يفرمل. انت كنت ماشي على قشر بيض، وانتوا ما كانش المفروض تلزقوا فيا من ورا بالشكل ده. صوت عالي جه من السقف رج الأوضة الصغيرة وخلاهم يخرسوا هما الاتنين. البنت رجعت تبكي، بس حاولت تكتم صوتها بإنها حشرت قبضة إيدها في بقها بطريقة شكلها مش شيك خالص. والراجل فضل مركز عينيه على السقف من غير ما ينطق بكلمة. بعد كام لحظة من الصمت التقيل، ايه الصوت ده؟ غالبا فرع شجرة وقع على سطح المبنى. الموضوع ده بيحصل من وقت للتاني، ما تشغلش بالك. ها كمل، ايه اللي حصل بعد كده؟ ايه؟ انت وقفت فجأة وهي لبست فيك من ورا. مش هي اللي لبست فيا، الخمار اللي معاها هو اللي كان سايق. البنت رمت نفسها على الأرض بحركة مسرحية وهي لسه حشرة ايدها في بقها. الراجل اعتذر لها بسرعة. أنا آسف، ما كانش قصدي أشتمه. المهم خبطني وركنا ونزلنا نزعق مع بعض، وبعدين في شيء خرج من الغابة. الراجل خد نفس طويل كأنه بيستجمع شجاعته عشان يعرف ينطق الكلمة. وحش شكله شبه البشر، بس أنا متأكد إنه ما كانش بني آدم. استنيته يكمل. فضل باصص لي كأنه عاوزني أقول حاجة، أي حاجة تثبت صحة الكلام الفاضي اللي قاله، بس أنا قلت اللي كنت بفكر فيه من غير لا لف ولا دوران. أراهنك إنه تنتون. إيه؟ يعني إيه تنتون؟ واحد من أفراد الطائفة، في عدد كبير منهم موجود هنا في المنطقة، ما بيستخدموش أساميهم الحقيقية، قوانين مقدسة وكده، ممنوع استخدام أسامي الحياة القديمة. أنا اللي بسميهم عشان ما توهش. تنتون ده أطول واحد فيهم، شبه لعيبة السلة، غالبا هو ده اللي انت شفته. الراجل رد عليا بنبرة ما فيهاش مشاعر، كأنه بيذيع عدد القتلى في نشرة الأخبار. الشيء اللي شفته مد مجسته من بين الشجر ولفها حوالين رقبة الواد وسحبه لفوق كأنه ملوش وزن. في الحالة دي يبقى مش تنتون. لما بصيت حواليا شفت البنت دي. وبعدين شاور بدقنه على البنت. كانت بتجري بأقصى سرعة على الطريق. رجعت لعربيتي وحاولت أهرب أنا كمان، بس الموتور كان بيصرخ والعداد جايب آخره والعربية مش بتتحرك من مكانها. الشي ده كان مكلبشني في مكاني، وبعدين خلع الباب كأنه ورقة كلينكس مبلولة. ما فكرتش، نطيت من الباب التاني وطلعت أجري وراها. الكعبيرة وقعت عند مطلع التل فسندتها وجرينا سوا. كنت حاسس بنفسه في قفايا طول الطريق لهنا. البنت سيطرت على انفعالها أخيرا وشالت إيدها من بقها. حسيت بيه بيشد شعري واحنا بنجري، كنت مرعوبة خايفة لدرجة اني ما قدرتش ابص ورايا، كنت متأكدة انه هيمسكنا. بس قدرنا نهرب ووصلنا لهنا، لسه في أمل، لازم نفكر في طريقة نرجع بيها المدينة. ازاي؟ كل اللي كنت عايزه إن أرجع لكتابي. مع كده ابتديت أتقبل الواقع المرير، مش هعرف أقرأ سطر تاني في الليلة المنيلة دي. الراجل وقف واتكلم بنبرة بطولية. عندي خطة، أنا هحاول أخدها جري للمدينة. لا، مستحيل تعرف توصل المدينة والشيء ده موجود بره. الراجل مشي ناحية الباب وبص من ورا الإزاز. لازم أحاول على الأقل. خليكوا انتوا هنا مستخبيين، لو عرفت أهرب منه هرجع وأجيب الشرطة معايا، بس لو جرالي حاجة عايزك توصلي رسالة لبنتي الصغيرة اللي عندها 2 سنين. البنت قامت وقفت. بلاش الكلام ده، كلنا هنخرج من هنا بخير. وقتها بس لاحظت الجزمة اللي البنت لابساها، جزمة بيضة نظيفة بكعب 3 بوصة، شكلها مش مريح خالص في الجري، غريبة. جايز وجايز لأ، لو أجلي جه بنتي لازم تعرف أبوها ليه مش موجود جنبها لما تصحى الصبح. طلعت تليفوني وبصيت في الساعة، كانت 4:30 الفجر، مش فاضل غير ساعتين على زحمة الصبح. لا مؤاخذة يا ريس. رفعت عيني لقيته بيبصلي. هو احنا مملين للدرجة دي؟ لا خالص يا فندم، أنا سامع حضرتك ومركز معاك، كنت بشوف الساعة كام بس. هو الواد ده ماله؟ الراجل هز كتافه وهو بيبصلها. سيبك مني، انت شكلك عارف بتعمل ايه كويس، ربنا يوفقك. انا هقوم اجهز المحل واعمل شوية قهوة طازة عشان ثانية واحدة، انت يا دي النيلة، ابتدينا. انت اكيد عندك طريقة تخرج بيها من هنا، مش كده؟ معاك عربية، انت راكن فين؟ عربية؟
حاولت ادور على كدبة محترمة ما لقيتش، فوقعت بلساني زي المقطف راكن ورا جنب صندوق الزبالة. البنت شبكت ايديها في بعض وضحكت زي العيال الصغيرة. ياه، ده أجمل خبر سمعته في حياتي. الراجل قرب من الكاونتر. لازم نخرج من هنا حالا. غالبا كان متوقع اني مش هرحب بفكرة اني امشي واسيب المحطة، وده السبب ورا انه طلع مطوع بترفلاي وحركها بحركة سريعة وغرزها قدامي في الكاونتر. واضح ان دي طريقته عشان يفهمني انه مش عاوز يضيع وقت في الرغي الكتير. قمت وقفت. اتفضل من هنا يا فندم. ومشيت قدامهم في الطرقة اللي بتودي لباب الخروج الخلفي. سمعت صوت الراجل جاي من ورايا. اديني المفاتيح، انا هخرج من هنا الاول. اول ما تسمعوا صوت العربيه دارت تخرجوا جري ورايا وتركبوا من غير ما ارقعوا ومن غير ما تعملوا اي صوت، ما عندناش وقت. سكت فجأة. في حاجة شتتت انتباهه لما وصلنا للباب الحديدي الكبير. كان في موسيقى جاية من الناحية التانية من الباب. إيه الصوت ده؟ كانت المقدمة الموسيقية بتاعت الأغنية، بس أنا عرفت اللحن على طول. دي شكلها أغنية حب ليك بتاعت فرح. صوت فرح الجميل ملا المكان، حتى وهو جاي من ورا الحيطان كنت قادر أميز الكلمات بوضوح. عرفت ازاي؟ لحد اللحظة دي كنت سمعت فرح بتغني أغنية الحب الحزينة عدد مرات يخليني أقدر أتعرف عليها من أول نوتة. مفيش محطات راديو كويسة في المدينة، وأنا بحاول ما أقراش كتير وأنا سايق، عشان كده في المشاوير الطويلة بفضل أعيد وأزيد في الشريط ده. حاولت أشرح لهم الموقف من غير فلسفة كتير. في حد في عربيتي بيلعب في الكاسيت. انت متاكد انك ما نسيتش العربيه دايره والكاسيت شغال؟ 3 خبطات جامدين رجوا الباب الحديد قبل ما الحق ارد. احنا ال3 وقفنا ساكتين. بعد لحظات همست. انتوا سمعتوا الخبط ده زيي؟ لاحظت انهم اختفوا في ثانية زي باتمان وسابوني واقف لوحدي زي خيبتها. 3 خبطات تانيين زي الاولانيين بالظبط. مين؟ محدش رد عليا. هي يا اسطى. بصيت ورايا لقيته بيحرك ايديه في الهوا زي المجنون، بيشاور لي عشان اروح لهم عند الكاشير. مشيت على طراطيف صوابعي بعيد عن الباب. لما قربت منهم همست. نعم. البنت كانت حشرة ايدها في بقها تاني، فبصيت للراجل. اكيد هو ده الوحش، عارف يلاقينا. فعلا استنتاج حضرتك منطقي جدا. هات المفاتيح. ليه؟ لو الوحش فعلا عند الباب الوراني عمرك ما هتعرف. عندي خطه، محتاجين نعمل عمليه تمويه. فركت عيني واتنهدت بعمق. ما كانتش حركة مقصودة، بس الراجل لاحظ زهقي وسألني بنبرة مليها التهديد. في حاجه مش عاجباك في اللي انا بقوله؟ بص يا جماعة، مش قصدي أكون قليل الذوق. كانت ممكن تبقى بداية القصة مثيرة فعلا، وأنا مقدر المجهود اللي بذلتوه، بس يعني ممكن ترحموني شوية. الراجل بصلي باستغراب. مش فاهم، انت تقصد ايه؟ بصيت له بحدة، وبعدين بصيت للبنت اللي شالت ايدها من بقها وبطلت بكا. ايه رأيكم نسمي اللي بيحصل باسمه الحقيقي؟ كان مجهود جامد، محاولة لطيفة مبهرة، بس يعني الراجل أصر. لا، واضح ان عندك حاجه عايز تقولها. سمعنا، قول لنا، فهمنا احنا هنا بنعمل ايه يا سعيد. خدت نفس عميق. طيب، انتوا الاتنين كنتوا سايقين على طريق مقطوع في آخر الدنيا الساعة 4 الفجر يوم التلات، وطلع لكم وحش في الضلمة، وضد كل قوانين الطبيعة عرفتوا تسبقوه على رجليكم وانتوا بتطلعوا مطلع، وفي الآخر وصلتوا لمحطة البنزين المقطوعة من غير ولا خدش واحد. هو ده اللي حضرتك عاوزني أصدقه، مظبوط؟ ايوه. طيب، خلينا نتكلم عن الوحش ده شوية. بيسحب الناس للشجر وبيكلبش العربيات في مكانها، بس دلوقتي الباب الوراني هو اللي منعه يدخل. فوق كده انت قلت ان شكله بشري، وبعدين قلت عنده مجسات. هو ايه بالظبط؟ بشري ولا اخطبوط؟ الراجل والبنت بصوا لبعض بسرعة. معنى نظراتهم كان واضح ان حطيت ايدي على الجرح. اول حاجة قطعته سلك التليفون، وبعدين دخلته سألته اذا كان في سلاح ولا لا عشان خطتكم ما تبص، وكنتوا عاوزين تسحبوني بعيد عن المحطة عشان شريككم التالت يدخل يقلب الدنيا، يبتدي بالكاشير ويختم بشريط كاميرات المراقبة. وطبعا الوقت متأخر بالليل، واحتمال ان حد يدخل عليه احتمال ضعيف جدا. الصراحه خطه صايعه. هي المواضيع دي بتحصل معاك كتير؟ هزيت كتافي. اكيد دي مش ليلة الدخلة يعني. الراجل ابتسم وحط دراعه على كتف البنت. ابن اللعيبه، شكله فقسنا. بقول لك يا بيبي، ما تروحي تقولي لصاحبنا يطفي الاغنيه المزعجه اللي هو مشغلها. مصمصت شفايفها وقلبت عينيها والراجل بيطلع المطوة من جيبه تاني. البنت نطت من مكانها. كفاية بقى يا ابني.
خلاص اتفقسنا. دي الحاجة الوحيدة اللي أنا مش فاهمها، زميلكوا التالت بيعمل إيه بره؟ مش منطقي إنه يخوفني أخرج من الباب في الوقت اللي الخطة بتعتمد على إنكم تبعدوني عن المحطة، وليه شغل الراديو بتاع عربيتي أصلا؟ ما خبيش عليك، علمي علمك. أنا قلت إن الواد ده حمار من الأول، ما كانش المفروض ينزل من العربية أصلا. البنت اديته كوع في جنبه. اسكت يا بيبي، ما تدلوش معلومات، خد الفلوس واخلص. وبعدين مدت بوزها وبسته وعدت من جنبي وراحت ناحية ممر الخمور. الراجل اتكلم وهو بيفتح المطوة بشكل استعراضي. طيب طالما دي مش أول مرة ليك تبقى أكيد عارف النظام. دورت على أي كلام أملى بيه لحظات الصمت السخيفة وأنا بفضي الكاشير تحت تهديد السلاح. الموضوع كان معقد زيادة عن اللزوم، ليه وجع الدماغ ده كله؟ وليه لأ؟ أنا متأكد إنك بتزهق من روتين الشغل أنت كمان. طب كانت إيه لازمة الست بتاعت ورق الطاروت؟ رفع حواجبه. الست بتاعت إيه؟ البنت اتمخطرت وهي جاية ناحيتنا ماسكة ازازة ويسكي من أغلى نوع، وبعدين نطت قعدت على الكاونتر. خلي بالك الواد ده مش سهل، بيحاول يجرجرك في الكلام عشان يعرف معلومات. الراجل حواجبه عمل الشكل 7. الكلام ده بجد؟ أنت بتحاول تشتغلني يا روح أمك؟ لما ما ردتش عليه على طول زقني لورا لبسني في رف السجاير. هما الاتنين ضحكوا زي الديابة في الوقت اللي كملت فيه تفضية الكاشير. ما كنتش محتاج يأكدوا لي المعلومة، الست العجوزة كانت قايمة بدور النادورجي، وغالبا هي اللي كانت هتدخل تقلب المحطة لما ياخدوني بعيد. بس الكلام ده ما بقاش يفرق دلوقتي. البنت اتكلمت وهي بتبرد ضوافرها. في يوم من الأيام هبقى ممثلة مشهورة وغنية، وهنفتكر الليلة دي ونضحك. كانت مديانة ظهرها، بس الراجل كان بيبص لها وهو بيبتسم بفخر. كان عندي شكوك كبيرة بخصوص مستقبلها الفني، بس احتفظت برأيي لنفسي. في الآخر هي ما كانتش بتكلمني ولا حتى كانت بتكلم الراجل، كانت بتكلم نفسها. أطلع مين أنا عشان أحطم أحلامها؟ الحقيقة الغريبة إني كنت مستريح للجزء ده من السرقة أكتر بكتير من الجزء الأولاني. على الأقل أنا عارف المفروض أعمل إيه دلوقتي. عديت الفلوس بسرعة وأنا بلمها عشان أرميها في كيس بلاستيك. هحتاج الرقم بالظبط عشان ما أحضر الشرطة، 800 جنيه وشوية فكة. الراجل قاعد يسب ويلعن كأنه ذنبي إن المحطة ما فيهاش فلوس. حاولت أفهمه إننا بنمر بأيام صعبة على أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة، ما اقتنعش. ما هديش إلا لما خد محفظتي وموبايلي وشنطة كتبي. بعدها سحب شريط الكاميرا رماه في الكيس البلاستيك جنب كيس سكيتلز وإزازة الويسكي اللي البنت جابتها. وبعدين عمل نمرة التهديد المعتادة عن إيه اللي هيحصل لي لو حاولت ألعب دور البطل وأمشي وراهم. قطعته وأنا برفع إيدي لفوق. بذمتك ده شكل بطل؟ ضحك، وعشان يثبت إنه بني آدم رزل شاط برج كنزات السودا اللي فضلت أرص فيه ساعة عشان يوقعه على الأرض. وبعدين مشيوا، ما شفتش راحوا فين ولا كان هاممني أشوف. خلاص ما بقوش المشكلة بتاعتي. وانا برص كنزات السودا تاني حاولت ما افكرش في ايه اللي كان ممكن يحصل لو كنت صدقتهم وخرجت معاهم من الباب اللي وراني، او ما كنتش ناوي اقعد ضحيه لالعابهم تاني. عشان كده لما سمعت صوت صريخهم المرعب جاي من ورا المبنى بعد لحظات عرفت ان القرار الصح ان افضل مكاني. اتجاهلت توسلاتهم وهم بيطلبوا المساعده وركزت في رص الكنزات لحد ما الصريخ وقف، كأن حد داس فجأة على زرار كتم الصوت. إنك تقضي وقت في المحطة من غير كتاب أو أي وسيلة تسلي بيها نفسك فده يعتبر نوع من أنواع التعذيب النفسي. من غير موبايلي ما قدرتش أحدد عدى كام دقيقة أو كام ساعة قبل ما الست العجوزة تدخل تاني من الباب. أول ما شفتها كان عندي رغبة ملحة إني أقول لها ليكي عين توريني وشك تاني، بس طبعا ما عملتش كده. في الأول والآخر دي كانت عضو عامل في عصابة مسلحة، من مصلحتي إني أبقى لطيف معاها لحد ما تغور. وصلت قدام الكاونتر وابتسمت. ها لسه فاكرني؟ صوتها كان لسه عامل زي طعم عجينة الفلافل النية. طبعا فاكرك. اتكرعت وطبطبت على صدرها. لا مؤاخذة، شكلي كلت حاجة مش مظبوطة. اتكرعت تاني وضحكت. يا ساتر، أنا شكلي دبيتها جامد الليلة دي. أنت عارف حاجة؟ أنا ما بخرجش كتير، بس بحب أدلع نفسي لما تجيلي الفرصة. خدي راحتك. أيا كان اللي أنت ناوي تعمله في المستقبل اوعى تعجز يا سعيد. مش حاطط الموضوع ده في خطتي والله. لفت راسها وبصت من الباب الإزاز على الباركينج الفاضي. الدنيا ضلمة كحل حتى مع أنوار المحطة. ممكن تبقى ماشي بره وما تعرفش إن في حاجة مستنياك في الضلمة لحد ما هوبا تنط في وشك وتمسكك. وبعدين لفت عشان تواجهني. بذمتك مش حاجة تخوف؟ بيتهيألي. بيتهيألك؟ والله انت شجاع يا أستاذ. لو دي مش حاجة تخوف أمال إيه اللي يخوف؟
بصيت حواليا على المحطة الفاضية وشتمت نفسي في سري عشان ما حطيتش شريط جديد في جهاز كاميرات المراقبة. كنت أنا وهي وبس اللي موجودين في المحطة. مع كده ما قدرتش أتخلص من شعور إننا متراقبين وإنها بتقول كلامها لجمهور خافي أنا مش شايفه، بس ده ما منعنيش إني ألعب لعبتها. وأنا صغير كنت بروح معسكر صيفي في الغابة مكانه مش بعيد عن هنا. مشرف المعسكر أستاذ حلاوة كان دايما بيحكي لنا قصص مرعبة حوالين النار قبل ما ندخل ننام. ابتسمت عشان تكشر عن أنيابها. بداية جامدة، عجبتني. قصته المفضلة كانت عن وحش ذكي جدا بفرو اسود وعينين حمرا زي الدم، كان مسميه العو. كل ليلة كان بيحكي لنا عن مسافر غلبان أو ولد حظه الوحش وقعه في طريق العو. في ناس كانت بتجري وناس بتقاوم، ده حتى في ناس حاولت تتفاهم معاه، بس ايا كانت الأحداث النهاية كانت بتبقى واحدة، العو بيمسك ضحيته ويقطعها حتت. لما بفكر في الموضوع دلوقتي بلاقي إن القصة دي ما كانتش مناسبة للأطفال، بس حلاوة كان دايما يقول لنا إننا لو ما سمعناش الكلام وما بقيناش كويسين العو هيجيلنا. الست ابتسمت. هو ده اللي بيخوفك؟ العو؟ عموما أنا مش شايفة إن الموضوع مرعب خالص. في الحقيقة ولا أنا. المرعب بجد هو إن من سنتين لما الشرطة وقفت أستاذ حلاوة عشان كان سايق وهو سكران طينة، لقوا جثة ست مفقودة في شنطة عربيته، كانت واخدة 41 طعنة. الست العجوزة رفعت حواجبها التقيلة لحد ما عدت فريم النضارة. شيء مخيف إن وحش ينط في وشك، بس الشيء المرعب فعلا إنك تكتشف إن الوحش كان قاعد معاك في نفس الأوضة طول الوقت. أنا حبيتك يا سعيد أكتر بكتير مما كنت متخيلة. متشكر يا فندم. أراهن إنك بتسأل نفسك أنا رجعت ليه بسرعة كده. الفضول هيموتني يا فندم. بصراحة افتكرت الدين اللي عليا. أنا عارفة إن قراية الطاروت ما عجبتكش، بس الصدفة لعبت لعبتها وبقى معايا قرشين زيادة. لا والله. والله، وحابة أدفع تمن الخريطة. طلعت ورقة ب100 جنيه من جيبها ومديتها ناحيتي. هو في إيه؟ هو احنا هنستعبط؟ اتكلمت وأنا بحاول أسيطر على أعصابي. آسف، معيش باقي، المحطة لسه مسروقة من شوية. ومين جاب سيرة الباقي؟ حطت العملة على الكاونتر بينا وهي مبتسمة. مديت ايدي عشان اخد الفلوس، بس هي اتحركت بسرعة مش طبيعية وقفشت في دراعي وشدتني على الكاونتر بقوة شمبانزي ضارب منشطات. ملحقتش اصرخ من كتر اللخبطة اللي حسيت بيها. لقيت نفسي بسألها بكل بساطة: انتي بتعملي ايه؟ قبل ما ترد عليا شفتها وهي بتفحص كف ايدي المفتوح، كانت مكلبشة فيه بقوة غير بشرية حطها على بعد سنتيمترات من وشها. بعد لحظات اتنهدت وسابتني عشان اقع تاني في مكاني على الكرسي. أنا شفت مستقبلك، الموضوع أسوأ مما كنت متخيلة بكتير. دعكت ايدي في المكان اللي ابتدت تظهر فيه 4 كدمات على شكل صوابع. ما انا قلتلك قبل كده انا عارف اللعنة بتاعتي. في أكتر، في حاجة جاية، حاجة سودة وجبارة، قوة بتصحى من نومها ومصيرها مربوط بمصيرك. الأيام الجاية هتحصل حاجات مستحيل العقل يصدقها، مكتوب عليك إنك تشوفها وتعيشها. لعنتك إنك تتفرج على كل أصحابك، على كل الناس اللي بتحبهم وهما بيموتوا قدام عينيك. واو، انت اكيد بتبقي فاكهة القعدة في المناسبات. أنا هسيبك دلوقتي يا سعيد، مهما يحصل حاول ما تبقاش قاسي على نفسك. بعد آخر كلمة لفت وخرجت من المحطة.